السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وصفات آدم وكريم. كنتمنىكم يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فاليوم ان شاء الله غنحضر معكم بسبوسة اقتصادية، غنحضروها ببيضة واحدة كتجي ما شاء الله معلكة، فيها واحد المذاق لذيذ بزاف، كتذوب ذوبان في الفم، كتجي اكثر من رائعة. ما نطولش عليكم اكثر، ندوز معكم مباشرة المقادير والطريقة وفرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله. نبداو اول حاجه في تحضير الشربات اولا السيرو اللي غنسقيو به هاد البسبوسه هادي. ضروري تحضروه هو الاول وتخليوه يبرد. غنحتاجو له كما شفتوا في كسروله وضعت كاس من السكر الابيض اولا السكر الخشن، وكنضيف يعني بنفس الكاس كنعبر 2 كؤوس ديال الماء مع شريحه ديال الليمون الحامض. غادي نوضع هذا القطر هذا على النار وغادي نتسنى ليه حتى كيبان لكم بان القاع ديال الكسروله يعني شفاف، يعني ما بقاش فيه السكر وكيبدا يغلي. ملي كيبدا يغلي لكم يعني في هذه المرحله هذه غيبدا يغلي، غنحسب له 10 ديال الدقائق. يعني هنا ملي بدا يغلي ليا القطر غنحسب له 10 ديال الدقائق صافي، ونطفي عليه ونخليه على جنب يبرد. دابا غندوزو نحضروا خليط البسبوسه اللي كيما سبق لي وذكرت معكم مقاديرها سهله واقتصاديه. غنحتاجوا حبه ديال البيض تكون كبيره وكذلك تكون خارجه من قبل من الثلاجه. كنضيف عليها كيس ديال السكر فانيليا مع نصف كاس ديال السكر الابيض اولا السكر الخشن، وعندي هذا الكيس هذا اللي فيه السكر منسم بنكهه زهره البرتقال، كيعطي واحد النسمه زوينه بزاف للبسبوسه. غير جربوها ما غاديش تندموا. وضفت كيف العاده رشه ديال الملحه. غادا نخلط كلشي بالطراب اليدوي حتى كيولي لكم الخليط بهذا الشكل هذا، يعني كيولي لكم هكا اللون ديالو فاتح. غنضيف له كاس الا ربع ديال الزيت النباتي اولا زيت المائده، وكما كتشوفوا راني ما ضفتوش يعني دفعه واحده، ضفتو يعني على 2 ديال المرات. كنضيف نصف الكميه الاولى وكنخلطها مزيان، ومن بعد كنضيف نصف الكميه الثانيه. عندي كذلك كاس الا ربع ديال الحليب، حتى هو من الاحسن تكونوا مخرجينه شويه من قبل يعني من الثلاجه، يعني يكون واخد لكم درجه حراره المطبخ. كنخلطو مزيان ونضيف علبه ديال الياغورت بنكهه الفانيليا اللي الوزن ديالو 125 غرام. تقدروا ديروا كذلك حتى الياغورت الطبيعي، لكن من الاحسن ديروا ديال الفانيليا باش يعني هاد البسبوسه كتجيكم من السما. وكنضيف كذلك النكهه ديال الليمون الحامض. فانا عندي هاد القريعه هذه بقى ليا فيها هاد شويه فدرتها كامله لانه كان باقي غير شويه. نتوما استعملوا يا اما النكهه تاع الليمون الحامض يا اما القشره تاع الليمون او يعني الليمون الحامض كتحكوها، يعني اللي متوفر عندكم استعملوه. كنعاود نخلط كلشي مزيان ونبدا نضيف النواشف. فكنضيف عندي هنايا ملعقتين كبيرتين ديال الكوك اولا جوز الهند، يكونوا يعني عامرين مزيان. وغادي نجيب واحد الصفايه وكندير فيها اولا كنوضع فيها ملعقتين كبيرتين ديال الدقيق الابيض اولا الدقيق ديال الفورس، وكنضيف كيس ديال الخميره ديال الحلويات من وزن 16 غرام. يعني كيف العاده نتوما تعوضوها بزوج اكياس ديال 8 غرام. غادا نغربلهم يعني مزيان باش كنتخلص من دوك الكويرات اللي كيكونوا في الدقيق اولا في الخميره، وكندمجهم يعني غير هكا الدقيق مع الكوك اولا جوز الهند. وغنضيف السميده. فعندي هنايا كاس ديال السميده الرقيقه، فكيجيوني بزاف ديال التساؤلات يعني لا سواء في الحرشه اولا البسبوسه. بالنسبه للنوع ديال السميد راه كنستعمل السميده اللي كنديرو في البغرير وفي الحرشه، يعني السميده الرقيقه ماشي الغليظه. كما شفتوا ضفت كدفعه اولى كاس وعاودت ضفت ربع كاس، يعني في المجموع ديال السميده ضفت كاس وربع ديال السميده. من بعد ما خلطتهم فخليت الخليط ديالي فوق سطح العمل واحد 2 حتى 3 ديال الدقائق باش كيتقل الخليط. هانتوما شوفوا القوام ديالو يعني ولا شويه ثقيل بالمقارنه مع في الاول. واخا تبان لكم يعني الخليط اولا يبان لكم الخليط ديالكم في الاول سائل، فاش كتخليوه هكا واحد 2 حتى 3 ديال الدقائق يرتاح فالسميده ديالكم كتقال اولا كتشرب. جبت الطاوه اللي دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده. كما كتشوفوا صبيت فيها هكا الخليط ديال البسبوسه. كنحاول هكذا نقادها نضربها شويه مع سطح العمل باش كيتقاد ليها السطح ديالها،
وندخلها للفران اللي مسخون من قبل على 170 درجه. في الاول كنشعل ليها غير من التحت على 170 درجه، من بعد كنشعل ليها من الفوق باش كتحمر. تقريبا غتاخذ معكم واحد 30 حتى ل 35 دقيقه. هذا هو الشكل ديال البسبوسه من بعد ما خرجتها من الفران، راها مازال سخونه. كي كتشوفوا الشكل ديالها مباشره وهي سخونه كندوز نجيب هذاك السيرو اولا الشربات اللي حضرت معكم. من بعد ما تيكون برد بطبيعه الحال، ضروري السيرو ديالكم يكون بارد، لانه الا كان سخون والحرشه سخونه فغادي تعجل لكم. فكديروا يعني الحرشه ديالكم كتكون سخونه والسيرو ديالكم كيكون بارد. غادي نسقيها مزيان بهذاك السيرو اللي حضرت معكم، يعني ديك الكميه كامله غادي نسقيوها بها، ونخلي الحرشه ديالي على سطح العمل حتى كتدفى. ومن بعد غندخلها للثلاجه حتى كتبرد مزيان، يعني واحد الساعتين حتى كتبرد لكم تماما. صافي البسبوسه ديالي من بعد ما كتكون تشربات هذاك السيرو كامل باش سقيتها وكتكون بردات. كنأكد على هاد الخطوه هذه، ضروري تخليو البسبوسه ديالكم حتى تبرد مزيان. فكما قلت لكم انا راني دخلتها للثلاجه. دابا من بعد ما بردات خرجتها وخديت شويه ديال المربى اولا الكونفيتور ديال البرتقال اولا المشماش اللي عندكم، كندهن ليها الوجه ديالها وغادي نرش عليها شويه ديال جوز الهند اولا الكوك، وتقدروا ترشوا كذلك حتى الكاوكاو اولا اللوز كونكاسي. فصافي هنا من بعد ما وجدات البسبوسه ديالي غنقطعها معكم. فشوفوا ما شاء الله الطراوه، يعني كيفاش السكين اولا الموس كيدوز فيها بسهوله، راه كتجي ما شاء الله معلكه من الداخل ومشربه. هنا غنقطعها هكا على شكل مربعات، ثم تقطعوها يعني الحجم اللي بغيتو، غير باش نوريكم بانها راه ما شاء الله كتجي طريه ومشربه. وكيف العاده ضروري ما خصني نتقاسم معكم يعني قطعه من الاقتراح ديال اليوم باش نشوفوا الشكل ديال البسبوسه ديالنا من الداخل كيفاش كتجي. فراه كتجي رائعه بزاف البنات، ما نعاود لكمش على الريحه اللي طالعه منها، يعني الريحه ديال الكوك مع داك الزهر وكذلك الحامض او الليمون الحامض، يعني كتجي واعره بزاف. هنا راني كيفاش قطعت معكم هذه القطعه، بديت كنصور معكم يعني هكا كنقطع فيها ولا كنوريكم يعني كيفاش كتقطع، حتى لقيت راسي بان الكاميرا راها طافيه ما كتصورش، حتى وصلت نص عاد لقيت بان راه الكاميرا طافيه. فغدا نعاود نقطع معكم يعني قطعه اخرى هكا باش نوريكم. انا راني هزيت قطعه اخرى باش نوريكم كيفاش كتقطع، يعني غير بالمعلقه، ما تحتاجوش يعني هكا فرشيطه ولا بقوه الهشاشه ديالها والطراوه ديالها، كتقطعوها غير هكا بمعلقه. شوفوا ما شاء الله. فكنتمنى فعلا انكم تجربوا هذه البسبوسه هذه، انا اكيد ان شاء الله غاديه تعجبكم. شكرا لكم بزاف على المشاهده، نتلاقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ام ادم وكريم. مع السلامه.